إلا كنتِ حابة الكناج نتاعك يجيك شاد روحو ويلمع وما يذوبش في السخانة، اليوم راح نعطيك أسهل وآمن وصفة وبمقادير مضبوطة. الحشو هذا تقدري تستعمليه في الصابلي بريستيج ولا في التوزيعات، ولا تقدري حتى تستخدميه في لي ماكارون. كيما دوكا راهو جاي موسم المناسبات والأفراح، ونقدروا نديروه في توزيعات تاع الشوكولا، توزيعات هذوك تاع الدبدوب اللي راهم دايرين حالة. هنا جبت 150 غرام شوكولا بيضاء ذوبتها على حمام مائي. لازم الشوكولا تكون مقطعة قطع صغيرة، ولازم هذاك الماء ما يقيش الإناء اللي فيه الشوكولا. نذوبوه على نار قليلة حتى نذوب تماما، ثم نضيف لها 50 مليلتر تاع كريمة سائلة تكون خاصة بالحلويات، يعني فيها 35% مادة دسمة، ونحركو جيدا حتى يمتزجوا مع بعضهم. ومن بعد نضيف لهم ملعقة نتاع فوغاج، يعني الحشو هذا تاع الفواكه اللي يجي واجد تاع برا. وننصحكم انكم تستخدموا نوعية تكون جيدة هكا باش يجيكم الكناج نتاعكم بنين. نزيدو نحركو كلش مع بعضه ونخلوهم حتى يبردوا تماما. هنا من الأحسن من 6 سوايع إلى ليلة كاملة. إلا كنتو غير كيما نقولوا في سخانة ديروها شوية في الثلاجة تبرد، ولا كنتو في الشتا خليوها غير على برا. هنا واش نديرو بعد ما نجبدوها من الثلاجة وتكون بردت تماما، نخلوها شوية هكا برا حتى تدي درجة حرارة المطبخ، ونعاودو نضربوها بالباتر ولا بالبيتخا. يعني ننصحكم انكم الباتر تاعكم يكون مليح باش ما يخسرش معكم، باسكو القوام تاعها يجي ثقيل ويتعلق. يعني احسن شيء انكم تستخدموها في البيترا، هكا ما راح تعييكم، ما راح تعيي هذيك الباتر نتاعكم، يعني الا استخدمتوا ضرب كهربائي. وهنايا شوفوا لي القوام وهذاك اللون كيفاه جا شباب. قلت لكم نتوما تستخدموا الفوغاج اللي حبيتوه، انا هنا درت به صابلي بريستيج، وانتوما قلت لكم لكم الاختيار. وانا عليا ناكد لكم باللي البنه نتاعها قوه قوه، سورتو الا استخدمتوا شوكولا والفوغاج من نوعيه جيده. ودوكا ما عليك غير تحتفظي بالفيديو هذا باش تلقاه بكل سهوله الوقت اللي تحقيه.